حضرتك عايز كام كوبايه شاي؟ ايه ده؟ روعه اختي؟ ايه ده؟ حسام عامل ايه؟ انت بتعملي ايه هنا يا روعه؟ انا شغاله هنا يا حسام. لا ثانيه انزل لك. اختي روعه، حسام ما عندوش غير اخت واحده وبتدرس بره مصر، واكيد طبعا مش دي. انا هنزل اشوف في ايه. عامله ايه يا روعه؟ طمنيني عليكي. انا الحمد لله والله يا حسام في نعمه. انت طمني عليك، عامل ايه؟ انا الحمد لله في نعمه يا روعه. انت عامله ايه؟ انتوا كويسين؟ الحمد لله يا حسام احنا بخير. طب الحمد لله. حسام، هي مين دي؟ انا نسيت اعرفك يا نور، دي روعه اختي الصغيره. اختك؟ اختك ازاي يعني؟ اللي انا اعرفه ان انت ما عندكش غير اخت واحده وبتدرس بره مصر، ودي مش اشكال خالص درست بره مصر. ما هي روعه اختي برضه بس بالتبني. نسيت برضه اعرفك يا روعه، دي تبقى نور خطيبتي ومراتي المستقبليه. بجد يا حسام؟ ازيك يا مرات اخويا؟ اوعي بس كده، انت اتجننتي ولا ايه؟ هو انت هتحضنيني؟ وبعدين انا مش مرات اخوكي، وفوقي لنفسك واعرفي كويس قوي انت مين واحنا مين. انت ايه اللي بتعمليه ده يا نور؟ انا بقول لك دي اختي، بتكلميها بالطريقه دي؟ عادي يعني يا حسام، مهما كان برضو دي في مقام مرات اخويا. حسام؟ لا يا حبيبتي، بالنسبه لك يبقى اسمه استاذ حسام، وللمره التانيه هقولها لك، انا مش مرات اخوكي، وفوقي بقى لنفسك واعرفي مقامك كويس عشان ما يحصلكيش طيب. يعني انا بقول لك اختي بتكلميها برضه بنفس الطريقه؟ طب مش محترماها، احترميني انا. هو انتوا كنتوا بتعملوا ايه هنا يا حسام؟ برضه بتقول له يا حسام؟ خلاص ما تضايقيش نفسك. حضرتك يا استاذ حسام كنتوا بتعملوا ايه هنا؟ كانت نور عاوزه تدخل تاني. برضه بتقولي له يا حسام؟ انا اسفه جدا. طب حضرتك يا استاذ حسام انتوا كنتوا هنا بتعملوا ايه؟ كنا بندور على كافيه نشرب فيه شاي، الاستاذه نور كانت عاوزه تشرب شاي. لا طالما بقى شاي يبقى انا دوقكوا بقى شاي من عندي من الكافيه هنا، ما الكافيه الصغير ده بتاعنا برضو يا حسام. الكافيه بتاعك؟ من امتى ده يا روعه؟ ما هو انت اما غبت بقى انت ما تعرفش اي حاجه وانا عذراك. ما انت عارف اخويا بعد وفاه بابا وماما هو اللي كان معاه كل الورث بتاعي، وللاسف انا لحد قبل الجواز على طول كنت باخد منه مصاريفي يعني ومصاريف دراستي. بس الله يجازيها بقى مراته اللي اتجوزها دي، عيله بنت حرام. اول ما اتجوزها قست قلبه عليا، ما بقاش بيديني نهايه اي مصاريف، ولا بقيت اعرف اي حاجه عن فلوسي ولا عن ميراثي خالص. والحمد لله كل اللي كان حيلتي غوشتين وحته خاتم، دول اللي عرفت ان انا ابيعهم وعرفت ان انا افتح الكافيه الصغير ده. او الحمد لله ربنا بقى بيكرم اليوم بيوم. طب ما عرفتنيش ليه او حاولتي توصلي لي؟ طب ما اكيد كنت هقف جنبك. ما تاخذنيش يعني يا حسام، انت برضه الله يكون في عونك. انا عارفه والله ان انت عمرك ما كنت هتتخلى عني ابدا، بس انا عارفه برضه ان انت اكيد عندك مصاريف كتير واولويات ومسؤوليات كتير. انت برضه راجل وحقك ان انت يعني في يوم من الايام يبقى عندك عروسه وعندك بيت، فما حبيتش ان انا اتقل عليك. مش عارف اقول لك ايه والله يا روعه، مش عارف اقول لك. ما تقولش اي حاجه، ادعي لي بس. المهم اعمل لكم بقى كوبايتين شاي ولا انت لسه بتحب القهوه؟ ادخلي انت سابقيني وانا هجيب نور وادخل. طيب ماشي، هعمل لك القهوه المظبوط بتاعتك بعد اذنكم. ايه اللي انت بتقوله ده يا حسام؟ انت عايزني انا اخش اشرب عندي دي شاي؟ نور بعد اذنك احترميني وقدريني، اللي انت بتعمليه ده غلط. بقول لك دي اختي بالتبني، بالله عليكي ما ينفعش. شايفه ظروفها كانت عامله ازاي؟ بالله عليكي. ماشي خلاص يا حسام. تعالي تعالي يلا اقعدي يا نور. بص يا نور، انت تعرفيش روعه دي بالنسبه لي ايه وعملت ايه معايا عشان توصلني للي انا فيه دلوقتي. تكون عملت ايه يعني يا حسام؟ انت عارفاني من امتى يا نور؟ بقالنا كتير، حوالي سنه. عرفتيني وانا عندي شركه وعندي عربيه وعندي فلوس في البنك وليا اسمي. ايوه. روعه سافه في كل ده. ازاي دي بياعت شاي؟ انا هقول. ايه يا حسام في ايه؟ مالك؟ مالك؟ مخنوقه يا روعه. من ايه؟ كل اللي انا بعمله هيروح في الارض. بعد الشر، بس ليه بتقول كده؟ المشروع اللي انا بعمله محتاج 70,000 جنيه ولفيت على طوب الارض ورهنت حتى التليفون بتاعه وكل حاجه، مش معايا يكمل 20,000 جنيه. يعني في عجز برضه 50,000 جنيه، ولا اخواتي ولا ولاد عمي ولا اي حد عاوز يقف جنبي. مش عارف اعمل ايه. طب انت ليه ما جيتش ان انت تحكي لي حاجه زي دي من بدري؟ يا بنتي ما انت ساعدتيني كتير يعني، مش عارف اقول لك ايه، مش عارف. طب بقول لك يا حسام، بص انا اقول لك على حاجه حلوه. خد دول بيعهم وبتمنهم. شوف لا انت. لا 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 امسك بس. لا يا روعه، لا يا روعه، انا مش بتكلم معاك عشان تعملي كده. بالله عليك ايه اللي انت بتقوله بالله ده؟ عليك يا روعه، والله العظيم ازعل منك. بتكلم معاك عادي. بالله عليك انت عملتي. بقول لك ايه، عيب الكلمه دي، لان انت ياما عملت عشاني، وبعدين يعني احنا اخوات. في ايه يا حسام؟ يا روعه بالله عليك انت تلاقي دهبك كله عشان تساعديني؟ انا ولا جديده عليك ولا انت جديد عليا، وبعدين لو انا ما شلتكش النهارده مين يشيلك؟
خد دول بس كده. انت تخيل انت، انا قلت لك يا روعه يا ليه؟ سيدي ربنا يكرمك من باب واسع وتعوضني كمان اضعاف اضعافهم. خد بس كده. يا روعه ده كتير قوي يا روعه. طب ده كتير، انا مش محتاج كل ولا ده. اي حاجه، كله تحت رجلك، وانا متاكده ان انت باذن الله هتوصل لحلمك في يوم من الايام. والله خد يا روعة بس معاك. كده واسكت. روح بس والله. شوف كده هتعمل ايه، وان شاء الله هتعرف مش ان انت عارف تعمل اقول لك يا مشروع. روعه والله العظيم. ما تقولش يعني اي اللي من حاجه. لحمه ومن دمي ما ساعدونيش كده. ضغطي ما رضيتش مش عارف اقول ايه. ما انت ياما ساعدتني يا حسام. انا ولا ربنا ساعدتك ولا يخليك. عملت اي حاجه يا روعه، انت اللي بتساعديني على طول. ما تقلقش، في يوم من الايام اكيد انت هترد لي الجميل ده. يا ست ده انا ده تحت رجلك والله. روح بس انت كمل كده دنيتك وشوف باذن الله انت هتعمل ايه. الف شكر يا روعه والله. ألف ولا شكر. اي حاجه. يلا انا هسيبك بقى. ماشي. انت حلال والله. هو ده اللي حصل يا نور. بعت لي كل الذهب بتاعها عشان تقف جنبي، في ظل اللي كل اللي معايا او كل اللي يخصوني سابوني في وقت المحنه. ده جزاتها بقى. شوفي وصلت لفين. لازم اقف معاها، لازم تعاملها كويس. انا ما كنتش اعرف يا حسام، وبعدين حط نفسك مكاني يعني. انا استغربت، انت قايل ان انت ما عندكش اخوات وعمرك ما حكيت لي عنها. احنا عارفين بعض بقالنا سنه. خلاص افهمي الاول وبعد كده اتكلمي، لكن تكلميها بالاسلوب ده وبالطريقه دي ما ينفعش. ما كانش قصدي والله. حقك عليا، خلاص انا هعملها كويس لما تيجي. هي جايه اهي. هي بقى هتشربوا ايه؟ هي يا نور تشربي ايه؟ لا احنا مش هنشرب بقى هنا. ايه رايك تمشي معانا ونعزمك في مكان بره؟ طب اقول لك على حاجه حلوه. شوفي انت برضه هتشربي ايه وتعالي اقعدي معانا عشان عاوزينك في موضوع مهم. ما ينفعش عشان بس لو اي حد جه. سيبك بقى من الكلام ده خالص. انت هتسيبي المكان ده وهتيجي تشتغلي معانا. انت ليكي حق في الشركه بتاعتي زي ما انا ليا حق بالظبط، عشان انا عملت الشركه دي بالذهب اللي انت اديتهوني، والشركه كبرت فاكيد انت لازم يبقى ليكي سهم فيها. انت اي حاجه تحت رجلك والله يا حسام. والله يا روعه انت على راسي، واللي انت عملتيه عمر ما هنساهولك، وده يجي الوقت اللي انا ارد لك في الجميل. وعامة انا بعتذر لك على الاسلوب اللي انا كلمتك بيه بره يعني، بس حطي نفسك مكاني، انا ما كنتش اعرف حاجه. ولا اي حاجه، فرحوني انتوا بقى باذن الله كده عشان احضر بقى باذن الله فرحكم قريب. هات الحاجه واعملي حسابك وتعالى بقى ونتكلم. حاضر يلا بعد بسرعة. اذنكم. شكرا يا نور، انت اتفهمتي. شكرا بجد. ايه بس